لو عندك مشكله في تطبيق اب كلونر وانت بتنسخ لعبه بيس، تعالى اقول لك ازاي تنسخها من غير اي مشاكل. قبل ما نبدا حط لايك واشتراك في القناه وفعل زر الجرس. يلا بينا نخش في المفيد. من فتره كده نزلت فيديو وحليت فيه مشكله الخروج التلقائي وازاي تنسخ لعبه بيس. ففيديو النهارده اقول لك ازاي تنسخ لعبه بيس استغناء خالص عن تطبيق اب كلونر، وهنستخدم تطبيق تاني. بس المشكله في التطبيق ده انك تحتاج نت. يعني هتحتاج نت، انك هتحتاج نت عشان تنزل اللعبه من عليه. مش هتنسخ بيس وتنقل ملفات، لا، انك هتحتاج نت. هتنزل لعبه من على المتجر عادي عن طريق التطبيق. وبرضك مشكله التطبيق اللي احنا هنستخدمه النهارده ان هو ما عادش شغال على كل الاجهزه. يعني ممكن تلاقي اجهزه شغاله عليه واجهزه تانية ما تشتغلش خالص. فهو انت الاول روح جرب الفيديوهات القديمه اللي انا كنت شارح عنها بتطبيق اب كلونر. نازل نسخ كتير قوي في الفيديوهات ديت، هسيب لك الرابط بتاعهم في الوصف. فانت روح جربهم من الاول. نفعت معاك تمام، خليك على اب كلونر. ما نفعتش معاك خليك على التطبيق اللي احنا هنستخدمه النهارده. تطبيق النهارده هو تطبيق اسمه ايلاند. التطبيق حلو جدا بس مشكلته زي ما بقول لك كده مش شغال على معظم الاجهزه. فانت هروح اعمله من المتجر ويجرب. مساحته صغيره جدا، حوالي 5 ميجا او اقل كمان. نزل التطبيق وكمل معايا الشرح. اول حاجه اول ما نفتح التطبيق دي الواجهه بتاعه كده، هننزل تحت خالص وهندوس على الكلمه اللي تحت ديت اكسبت، وهيظهر لك الواجهه ديت لاعداد ملف تعريف وضع العمل. هتضغط على موافق وهيبدا يستنسخ معاك ملف تاني للعمل او ملف تاني للناسخ. بعدين تظهر الرساله ديت هتنزل تحت تضغط على التالي. هيحمل معاك كده شويه. اول ما تخلص تحميل هيجيلك الرساله ديت وتلقائي هيفتح على الواجهه بتاع التطبيق. واجهه التطبيق سهله جدا. اول حاجه رحنا على ديسكفري ديت الاعداد بتاع التطبيق، وميني لاند دي التطبيقات، كل التطبيقات اللي عندك في الجهاز اللي مش منسوخه لسه، وايلاند دي التطبيقات المنسوخه عندك، منهم متجر جوجل بلاي اللي احنا هنحتاجه والملفات. لو انت بقى عندك الجوجل بلاي ما تنسخش، كل اللي عليك انك هتروح على البحث وهتكتب جوجل بلاي وهيظهر لك، وهتروح تضغط على جوجل بلاي. هتلاقي فيه علامه كده زائد تحت كده صغيره، تضغط عليها وان شاء الله هيتنسخ معاك بكل سهوله. نروح بقى الحاجه المهمه اللي هي نبحث على اي فوتبول. هنا ظهر لي تطبيقين، اي فوتبول اللي انا الاولى دي اللي انا نسخها، والتانية النسخه الاصليه اللي احنا هنشتغل عليها. نروح نضغط على النسخه الاصليه وهنضغط على علامه الزائد تحت ديت. اول ما تضغط عليها هيظهر لك الواجهه ديت. هتروح تشيل بلاي ستور، بعدين تروح على ايلاند تضغط عليها. اول ما تضغط عليها هيظهر لك الواجهه ديت. علشان اللعبه فيها ملفات او بي بي فهي مش هتقدر تتنسخ معاك بالطريقه دي. عشان بقى تنسخها تعمل ايه؟ كل اللي عليك انك تروح تضغط على علامه الزائد تاني وهتسيب بلاي ستور ما تشيلهاش، وتضغط على ايلاند. ده هيدخلك على جوجل بلاي اللي هو المنسوخ. تعمل تسجيل دخول وهتسجل اي اكونت عندك في الموبايل او اي اكونت جيميل عندك. انا هسجل الجيميل وارجع لكم. انا هنا مسجلت الجيميل، ظهر لي اللعبه كده عادي. كل اللي عليك انك هتروح تعمل تثبيت للعبه، واللعبه هتثبت معاك عادي من غير اي تحميل. بعدين هتلاقي المجلد ده تطلع خالص، هتلاقي المجلد بتاع العمل. المجلد ده هو التطبيق الناسخ اللي هو ايلاند هو اللي عامله. هتلاقي بيس موجوده هنا عادي، تقوم داخل عليها وزي ما انت شايف كده اللعبه هيظهر لك الرساله ديت. مشكله التطبيق ان هو ما فيهوش نسخ ملفات او نقل ملفات، عشان كده مش هتعرف تنقل ملفات الاصليه لملفات النسخه. عشان التطبيق يعتبر تليفون جوه تليفون، نفس فكره المجلد الامن اللي عملت عنها فيديو لسامسونج عشان تنسخ لعبه بيس بسهوله. هسيب لك الرابط بتاعه في الوصف. خلينا في البرنامج بتاعنا اللي هو قلت لكم في البدايه ان هو يحتاج نت. يحتاج نت في ايه؟ انك هتحمل 2.5 جيجا من جوه اللعبه عشان الملفات تظهر عندك في الاو بي بي. لو انت بقى مش عايز تحمل، فالحل الوحيد انك هتروح تشتغل على اب كلونر وتشوف كل النسخ اللي انا شرحت عنها. لحد ما ان شاء الله ما الاقي طريقه تانية غير اب كلونر وتطبيق ايلاند ان شاء الله يبقوا افضل من كده. بس كده يا اخواتي، كنا وصلنا اخر فيديو. متنساش اللايك والشير بتاعك وتحط اشتراك في القناه. وبس كده، اشوفكم فيديو جاي بصحه وسلامه. سلام.